بص القوام بتاع القهوه. فوده انت لحد دلوقتي عامل لنا بتاع 300 توليفه قهوه، ولحد دلوقتي ما نعرفش انت توليفتك ايه. توليفتي سهله جدا، هتاخد 50 جرام من البن الكولومبي. بص طالما جبنا سيره قهوه حلوه لازم يكون داخلها كولومبي، و50 جرام من البن البرازيلي. ما بيزعلش حد النوع ده، كريمي جدا وفي نفس الوقت مرته قليله وبيعمل ميكس مع الكولومبي خطير. وتعالى اما اكمل لك ال 8 كيلو ب 25 جرام من البن الهند الارابيكا، بسيطه خالص. ليه بقى هند ارابيكا؟ بيديني طعم الشوكولاته في رابع درجات الوسط كده، زائد ان ريحه الفروت وميكسه مع الكولومبي والبرازيلي خطير بجد، بيديك ميول للقهوه المستورده. بكون بقى الدنيا ضغط عليا وعندي شغل كتير، باخد لها عود من الجينسينج، باخد لها حته صغيره كده من جوز الطيب، بحب طعمها في القهوه بصراحه، وثلاث فصوص بالظبط من الحبهان، بحس ان هو بيكسر كده مراره القهوه. وبقلب ال 8 كيلو ده، وتقريبا ال 8 كيلو ده ما بيفرقنيش في اي مكان انا بروحه، في جيبي رايح الشغل وجاي من الشغل طالع على القهوه، ما بيفرقش جيبي. فتعالى نطحنه بقى واقول لك ايه تعمل فنجان قهوه منه ازاي. بعد بقى ما طحنا ال 8 كيلو هناخد معلقتين من البن. انا عامه بشرب القهوه تقيله فاخد لها معلقتين كده. بصراحه التوليفه ديت يعني ما تحطش اكتر من معلقتين فيها، وبدلها مقدار السكر زي ما انت عايز. وصدقني السكر ما بيأثرش في اي حاجه في القهوه الا لو هي كلمت حد من اللي بيفتوا وبتشتكي له. وبعدها نحط الميه بتاعتنا، ما انتش محتاج اكتر من ان انت تدي تقليبه كويسه. دايما وانت بتعمل قهوه حاول ان انت تحط نص الكنكه بس كده وتقلب القهوه كويس جدا، وبعدين تحط النص التاني من الميه وتقلبها تاني كويس، وبعدين تروح تنزل بيها في النار. انا هروح طبعا اكملها وانزل بيها على النار. من جو الفناجين والكلام ده كله، القهوه صدقني يا صاحبي ما تشربش غير في كوبايه ازاز. انزل بقهوتك الجميله كده. بص يا صاحبي الوش، بص القوام بتاع القهوه، فكك من وشها حتى كده وبص قوامها. بص القهوه عامله ازاي، بص كريمي ودايبه ازاي، ريحتها خطيره بجد مش طبيعيه. لو انت ما تعرفنيش فانا علاء فوده وبقدم لك محتوى عن القهوه، لو بتحب القهوه هتحتاجني.